ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم في الفيديو التاني من سلسله العنايه الشخصيه. النهارده هنتكلم عن العنايه بالبشره يا بنات. مهم جدا اننا لو عندنا حبوب في وشنا ملتهب، عندنا وشنا بيقشر، في اكزيما، في اي حاجه لا قدر الله، لازم ان احنا بنتابع مع دكتور. عشان كده بتكون مشكله صحيه، فلازم الدكتور هو اللي يشوفك ويبتدي يديكي العلاج المناسب ليكي. ما تاخديش علاج من اي حد، ملكيش علاقه باي حد بيتكلم على السوشيال ميديا في اي حاجه، لان انا وقعت في الموضوع ده وطبعا اتضريت كتير جدا. فمهم جدا ان انت لو عندك مشكله ما تلجئيش لحلول من على السوشيال ميديا، روحي للدكتور هو هيفيدك اكتر. طيب لو انا ما عنديش مشكله وبشرتي ما فيهاش حاجه، تابعي بقى معايا النصايح اللي جايه. اول نصيحه معانا يا بنات، لازم نعرف نوع بشرتنا ايه علشان لما نيجي نعمل روتين يكون مناسب لنوع بشرتنا. ولما اجي استخدم منتجات، اجيب منتجات تكون مناسبه لنوع بشرتي، سواء بشرتي دهنيه او مختلطه، سواء هي مختلطه مايله لدهنيه ولا مايله لجافه، هي عاديه ولا حساسه ولا جافه ولا ايه نوع بشرتي بالظبط. وده انا بعرفه لما باجي اقوم من النوم. فلو انا قمت من النوم لقيت في اي دهون او زيوت على وشي على بشرتي او ما بصحى من النوم، معنى كده ان انا بشرتي دهنيه. لو لقيت اماكن جافه واماكن عليها زيوت، يبقى انا بشرتي مختلطه مايله لدهنيه. لو انا ما لقيتش اي زيوت على وشي ولقيت وشي دايما بيقشر، يبقى انا وشي كده جاف. لو وشي بيحمر من اقل حاجه، يبقى انا كده بشرتي حساسه. واهم حاجه يا بنات في العنايه بالبشره هو تبسيط الروتين. كل ما بسطتي الروتين بتاعك بتاع بشرتك والسكين كير بتاعك، كل ما ده هيديكي نتيجه افضل بكتير. كل ما هتزودي في الافراط في العنايه قوي والمنتجات الكتيره وتجربي كل شويه حاجات، كل ما ده هيدمر معاكي حاجز البشره وهتلاقي الدنيا عندك مش تمام. فالروتين البسيط هو غسول ومرطب وواقي شمس، يكونوا مناسبين لنوع بشرتك. يعني لو بشرتك دهنيه، تجيبي المنتجات دي مخصصه للبشره الدهنيه، وهكذا على باقي الانواع. طيب السيرم خطوه مش اساسيه، ولكن هي خطوه بتفرق جدا، بس في حاله واحده لو انت بشرتك محتاجاه. يعني مثلا سيرم الهيالورونيك اسيد ده مخصص لترطيب البشره، فانت لو بشرتك جافه قوي والموسترايزر اللي انت بتستخدميه مش مديكي نتيجه كويسه لبشرتك، فمحتاجه انك تستخدمي مثلا سيرم زي ده قبل المرطب بتاعك. لو انت بشرتك فيها حبوب فتستخدمي سيرم نياسيناميد. لو انت بشرتك غامقه او بتاكسد فهتحتاجي فيتامين سي. لو انت بشرتك عديتي 30 سنه وبدات تطلع لك خطوط تعبيريه او حاجه، فبتبتدي تستخدمي الريتينول. فالحاجات دي للضروره، يعني مش لسه مبتدئين او لسه صغيرين. طيب الروتين اليومي انت مش محتاجه تعملي غير انك انت تغسلي بشرتك مره الصبح ومره بالليل، وتستخدمي المويسترايزر بتاعك او المرطب بتاعك المناسب لبشرتك. وطبعا تستخدمي الواقي الشمس لو انت نازله بالنهار. ويا جماعه واقي الشمس بنستخدمه في الصيف وفي الشتاء، مش في الصيف بس. والتونر ده بردك مش حاجة أساسية معانا، ولكن لو موجود يكون أفضل. لو مش موجود ممكن تستبدليه بماء ورد يكون أصلي، تستخدميه قبل ما تحطي المرطب بتاعك، مفيش فيه أي مشكلة. تمام. طيب الروتين الأسبوعي يا بنات بيكون عبارة عن إيه؟ بيكون عبارة عن خطوتين. اول خطوه هي خطوه ازاله الشعر. طبعا هنا انا بتكلم عن شعر الوش والشنب، ماليش علاقه بالحواجب لان الحواجب طبعا حرام يا بنات، لكن انا بتكلم عن باقي الوش ومنطقه الشنب. تمام. فانت ممكن هنا تستخدمي الشيفنج لو بترتاحي عليها، او الفتله او الشمع، ايا يكن انت الطريقه اللي بتفضليها. مفيش طريقه افضل من طريقه، ولكن كل بشره بترتاح على طريقه معينه، فشوفي انت الطريقه اللي بتناسبك واعمليها. مهم جدا يا بنات ان احنا لما نيجي نعمل ازاله للشعر ما نستخدمش اي حاجه شديدة على بشرتنا بعدها غير مرطب فقط. تحطي مرطب بتاع نوع بشرتك فقط، بتغسلي وشك وتحطي مرطب بس، ما تستخدميش اي حاجة تانية، علشان بشرتك بتكون في التوقيت ده حساسة جدا، مش مستحملة اي حاجة تانية. طيب الخطوة التانية اللي بعملها اسبوعيا ايه؟ هي ان انا بعمل ماسك لوشي. سواء الماسك ده انت بتجيبيه جاهز، ماركه معينه انت بتحبي الماسكات بتاعتها، فبتستخدمي مثلا ماسك زي ماسك الفحم، زي اي نوع ماسك انت بترتاحي له. او ان انت بتعملي ماسك طبيعي في البيت، زي ماسك العرقسوس او ماسك لبان الذكر. الاتنين حلوين جدا يا جماعه. بتجيبي سواء العرقسوس او لبان الذكر وبتحطي لهم ميه مغليه وبتسيبيهم ليله كامله يتنقعوا في الميه ديت، وتاني يوم بتحطي معاهم نشا على النار لحد ما قوامهم يتقل كده، وتبتدي تحطيه على وشك لمده نص ساعه. بعد كده تغسلي وشك وتحطي المرطب بتاعك. فدول النوعين الماسكات اللي انا استخدمتهم للعنايه بالبشره، ودول اللي جابوا لي فعلا يعني نتيجه كويسه.
او تجيبي ماسك جاهز انت لو بترتاحي عليه مثلا معين. طب الروتين الشهري يا بنات، بنعمل الروتين الشهري ده عباره عن تنظيف عميق للبشره. ممكن يعني تروحي سنتر يكون مخصص او تكوني انت واثقه فيه، وممكن تعمليه في البيت من خلال انك انت تعرضي وشك لبخار ماء وتغسلي وشك كويس، وتبتدي تعملي الماسك بتاع الجيلاتين والقهوه. حلو جدا يا بنات، بتدوبيهم مع بعض في ميه دافيه وبتبتدي تحطيه على وشك. ده بيشيلك بقى الرؤوس السوداء والشعر الوبري وكل حاجه يا بنات. مهم جدا بعد الخطوه دي ان احنا نغسل وشنا تاني بميه ساقعه، او تمشي تلج على وشك عشان تقفلي المسام وتحطي المرطب بتاعك. ما تنسوش يا بنات ان احنا نستخدم مرطب يكون مخصص لمنطقه تحت العين. لو عايزين اسماء منتجات معينه انا اكون جربتها وتكون اقتصاديه قولولي وانا اعمل لكم فيديو مخصص للموضوع ده. لازم ترطبيها بمرطب خاص بيها لان هي منطقه حساسه جدا. وكمان ما ننساش يا جماعه منطقه الفم ان احنا نعمل سكراب لشفايفنا ونحط مرطب شفايف يكون كويس. وكمان نستخدم معجون اسنان يا بنات علشان ننظف منطقه الاسنان ديت. ممكن تستخدمي كمان معجون اسنان مبيض مرتين في الاسبوع لو انتي بتشربي قهوه وحاجات من كده كتير، فدي تبقى عنايه كويسه لمنطقه الاسنان. طيب 10 نصايح مهمه للعنايه بالبشره. اول حاجه يا بنات الاكل الصحي وشرب الميه وفيتامين اي مهم جدا للعنايه بالبشره. تاني حاجه نستخدم منتجات مناسبه لنوع بشرتنا زي ما قلت. تالت حاجه التنشيف بمناديل ورقيه، ده فعلا هيفرق معاكي جدا. ما تنشفيش وشك بفوطه ابدا. استخدمي واقي شمس في الصيف وفي الشتاء زي ما قلت. وعدم النوم بالميك اب نهائي تحت اي ظرف يا بنات. لازم ننام ووشنا نضيف يا بنات معلهوش اي نقطه ميك اب، ده مهم جدا. ورقم 6 كمان يا بنات بلاش نستخدم مشتقات فيتامين اي اللي هي الادبالين واللي هي الاكراتين والحاجات دي كلها يا بنات ما ينفعش نستخدمها مننا لنفسنا. الحاجات دي خطر، ولو استخدمتيها بطريقه غير صحيحه يا بنات ممكن تسبب لا قدر الله حروق في البشره وتسبب كوارث احنا في غنى عنها. الحاجات دي بنستخدمها تحت اشراف طبيب، ما ينفعش نستخدمها لوحديها. او حتى السيرم الريتينول لازم نستخدمه تحت اشراف طبيب وبالطريقه الصحيحه عشان نتفادى اي حاجه ممكن تعمل لنا اي مشاكل. وكمان اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، فكتر العنايه بيضر يا بنات. وبلاش نستخدم ادوات ميك اب من حد، ولازم نعقم ادوات ازاله الشعر كويس قبل ما نستخدمها. اخر حاجه يا بنات عايزه اقول لكم ان الترطيب اهم خطوه في العنايه بالبشره. لو في منتج واحد هتصرفي عليه كتير هو منتج المرطب، لو ده اهتمتي بيه مشاكل بشرتك كلها تتحل. وبس كده يا بنات، يا رب بقى يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. ولو عايزين فيديو تاني لاسماء منتجات تكون اقتصاديه ورخيصه وفي نفس الوقت بتدي نتيجه كويسه جدا قولولي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هعمل لكم الفيديو في اقرب وقت ممكن. وما تنسيش ادومها وان قلب. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني. يلا باي.